دانية الفراولة بأربع مكونات، سهل وسريع، والأهم إنه بارد ومنعش وما في أطيب منه. سهل وسريع، الكلمتين دول بيخلوني اقلق. تعالى وريني الاربع مكونات بتوعك هيعملوا ايه، لو طلعت مقلبيه في الاخر هزعل مني. في كسرولة راح أضيف ظرف جيلي فراولة، ماشي يا سيدي، ادي جيل الفراوله اللي بعده. وراح أضيف عليهم ربع كوب سكر، ربع كوبايه سكر زيكم. وأربع معالق كبيرة نشا، نشا؟ انا حاسس ان احنا هنعمل مقلبيه في الاخر. كمل كمل وربنا يستر. واتنين كوب حليب سائل. ادي كوبايتين لبن. كمل وقول لي هتعمل ايه بعد كده. بحرك المكونات على البارد وبتأكد إنهم ذابوا تماما، حركنا ونعمل ايه بعد كده؟ وبعدها برفعهم على نار متوسطة مع التحريك المستمر الوقفه على النار محتاجه طولة بال، بس كل يوم عشان خاطر عيون الدنت. حتى يثقل معي القوام. الواد ده باين انه هينجح ولا ايه؟ وبس يوصل القوام لهاي المرحلة راح أضيف عليهم علبة قشطة، يا عيني على الدلع، احلى علبه قشطه. وأكمل تحريك حتى تندمج القشطة مع هالخليط. وبس صار جاهز عندي دانية الفراولة، ببلش أسكبه في أكواب التقديم يا وعد على القوام، حرير يا جدعان حرير. وأدخله التلاجة يبرد ويتماسك. وعلى التلاجة يا بطل. وعقبال ما يخرج من التلاجة قولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. وبقدمه بارد وصحتين وألف عافية. يا عيني على الجمال، بصوا معايا كده شكلها. يلا بسم الله. هو طعمه بصراحة بعيد عن دانة الفراولة، بس طعمه تحفة بجد، لازم تجربوه. بس كده، ما تنسوش تصلوا على النبي. يلا سلام.